مساء الخير، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور احمد عبد الله، استشاري نساء وتوليد العقم وتوفر الانجاب. النهارده عايز اتكلم عن موضوع ناس كده سالتني عليه، تمام؟ على اكتر من بلاتفورم يعني، وناس كمان موجوده عندي هنا، بيشنس موجوده عندي في العياده كانوا بيسالوا الجزئيه دي اكتر من مره عشان يعرفوا اسبابها ايه، لان كان في ناس بتعاني من الموضوع ده اكتر من مره، ولا هو بنسميه البريترم ليبر او بنسميه الولاده المبكره عن الميعاد بتاعها. قبل ما نفهم الجزئيه دي ونتكلم عنها شويه، انا النهارده بتكلم معاكم في الموضوع ده تكمله سلسله عشان تعرفي اكتر عن نفسك، تمام؟ وده هيبقى الموضوع الثاني او الثالث ان شاء الله، هيترفع بري سون يعني. بريتيرم ليبر او بنسميه الولاده المبكره عن الميعاد بتاعها. امتى اقول على الولاده عندي ولاده مبكره؟ لازم يكون الموضوع ده بيحصل للام لما بيحصل عندها او الولاده بتحصل عندها ما قبل 37 اسبوع، اي يعني ما قبل دخول الشهر التاسع. في الحاله دي بنسميها بريتيرم ليبر او بنسميها الولاده المبكره. طب دلوقتي يا دكتور ايه الفرق بينها وبين الابورشن او بنسميه سقوط؟ لا، وضع مختلف جدا جدا. عشان نتكلم عن الحاله بما انها عندها سقوط او الى اخره من الكلام ده، لازم يكون عندها حصل ده ما قبل 24 اسبوع وليس ما بعد 24 اسبوع، لان من 24 اسبوع لحد 37 اسبوع دي بنسميها بريتيرم ليبر او بنسميها ولاده مبكره، لكن ما قبل ذلك ده يعتبر ابورشن او سقوط، لان بيكون الجنين وقتها لم يتم هنقول ايه اكتمال نموه بالشكل اللي يسمح ان يكون عايش حياته بعد كده بشكل كويس، او ان الطفل ان شاء الله يكمل بعد الولاده، تمام؟ فده الشق الاولاني. طب يا دكتور دلوقتي عايز اعرف حاجه، ودي اللي انتوا سالوا عليها كتير، دكتور يعني ليه بيحصل؟ هو ليه بيحصل؟ فيرست اوف اول، زي ما كنا في مره وانا بتكلم معاكم على موضوع الابورشن او السقوط، ان ده ممكن يحصل وذات اني كوز من غير اي سبب معين، بنسميه ايديوباثيك ابورشن، او اللي هو بنسميه انون كوز، او بنسميه ابورشن اوف انون كوز، ملوش اي سبب معين حصل بسبب بقى موضوع السقوط. نفس النقطه دي برده موجوده في جزئيه البريتيرم ليبر، في حاجه اسمها ايديوباثيك بريتيرم ليبر. يعني ايه؟ ان ممكن يحصل ولاده مبكره بدون سبب طبي واضح يصدر حاجه زي كده. طب هل دي النقطه الاساسيه؟ لا، ده شق مجرد جزء بسيط من الموضوع ده. طب يا دكتور في اسباب ثانيه؟ طبعا في اسباب ثانيه كتير. اشهر هذه الاسباب اللي هي الجزء الاولاني احنا قلنا بدون اي سبب. طب الجزء الثاني ان يكون عندها لوكال انفكشن. يعني ايه؟ ان السيدات اللي بيكون عندهم عدوى بتستمر مرات كتيره جدا جدا اثناء الحمل، ملهاش بروبر تريتمنت، ما بتاخدش علاج بشكل كويس، بس عندها عدوى مزمنه سواء كانت بكتيريه او فطريه بتقعد مع فتره طويله، بتؤدي الى الموضوع ده. يعني ممكن تعمل بريماتيور رابشن برين، انفجار مبكر في جيب الميه، وبالتبعيه تعمل ولاده مبكره. طب هل ده بس؟ لا، في نقطه ثانيه، ان ممكن يحصل لوكال انفكشن بتحصل فين؟ في السائل الامنيوسي المحيط بالطفل. ان الطفل نفسه حواليه الميه اللي هو بيعوم فيها، اللي هو البول بتاعته، الميه دي نفسها يحصل فيها انفكشن او التهابات، حاجه اسمها كوريا امايتس، مع ان من مسمى. المهم ان بيحصل عدوى موجوده في السائل النيوسي المحيط بالطفل، فده شق موجود يؤدي لحاجه زي كده. طب هل العدوى بس في المكان اللوكال او حته محدده ممكن تعمل ده؟ قال لك حتى يمكن كمان ممكن العدوى او الانفكشن سيستماتيك اللي هي موجوده في الجسم كله، اللي هي عندها هنقول عدوى التهابيه او عدوى بكتيريه في مجرى الدم او الاخر من الكلام ده كله، او عندها خراج في مكان ما او غيره، ودي ممكن حتى ترفع درجه حراره الجسم وبالتبعيه تخلي فيه مشكله في عمليه استثمار الحمل، وممكن تؤدي الى بريتيرم ليبر او بنسميه الولاده المبكره. طب يا دكتور في ايه تاني؟ اكتر حاجه ماتش مور كومن اللي ممكن تعمل ولاده مبكره هي الدايركت تروما، او ان يكون عندي مشكله تعمل انتي بارتم هيموريدج، او تكون واحده من ضمن الاسباب اللي بتؤدي الى وجود نزيف ما قبل الولاده، اللي هي حالات البرسنت ابراكشن او بنسميها المزق او الفصل البسيط في المشيمه نتيجه خبط او الاخر من الكلام ده كله، او واحده عندها ستريننج بتقعد تحزق كتير نتيجه ان عندها دور امساك مستمر فترات طويله، فدي بتبقى دايما عندها عرضه ان يحصل عندها موضوع الولاده المبكره اكتر من السيدات التانيين، اللي هي فصل او مزق في المشيمه. ومين تاني اللي عندها بلاسنتا بريفيا بنسميها سقوط في المشيمه، برضه بيكون دايما اكثر عرضه لغيرها ان يحصل عندها انفجار في جيب الميه مبكر مما يؤدي الى وجود ولاده مبكره. طب هل يا دكتور دي بس الحاجات اللي موجوده؟ لا، في حاجات ثانيه كتير، زي الناس اللي عندها مالتيبل فايبرويدز او عندهم حتى بس اورام ليفيه عاديه. يعني الورم الليفي وجوده لازم نبقى فاهمين كويس قوي ان الورم الليفي ده بيتاثر عادي جدا جدا بالهرمونات العاديه بتاعه الحمل بتاعتنا. يعني احنا مثلا في وقت الحمل الهرمونات بتزيد، بالتالي بتزود سمك بطانه الرحم والاخر من الكلام ده كله. الورم الليفي ده جزء من البطانه موجود عندي اوريدي اصلا جوه، فاكشولي هيتاثر بنفس الهرمونات اللي موجوده، وبالتبعيه هيؤدي الى حدوث اكتر من مره ان ممكن لا قدر الله حجمه يزيد فيعمل ضغط كومبريشن على البلاسنتا او مشيمه او الكيس المحيط بالجنين، فيؤدي الى عدم ثباته، وممكن يؤدي الى برضه نفس الكلام اللي هو الولاده المبكره. هل الاسباب دي بس؟ لا، في اسباب ثانيه كمان، اشهرها هي المالتيبل جيستيشنز. يعني ايه؟ الست اللي حامل في توين، يعني هي عندها اكتر من بيبي موجود. ده في حد ذاته يا جماعه في عندنا بيبقى فيه هنقول مثلا يوترس ليه كاباسيتي، ليه مساحه معينه او ليه قدره معينه للتمدد. في بعض الحالات بيكون الرحم مش مؤهل قوي، او رحم فيه اضطراب بنسميه اللي هو اريتابل يوترس، مش يعني فيه اضطراب شويه فيما يخص جزئيه الانقباضات والاخر من الكلام ده كله، فبيؤدي هذا الموضوع الى ان الحالات اللي بيكون فيها مالتيبل جيستيشن او عندها اكتر من طفل توين والى اخره من الكلام ده، بيكون احتماليات ان يحصل ولاده مبكره بتكون اعلى من الناس العاديه. طب هل دي برضه يا دكتور نقطه فقط؟ لا، في نقطه كمان مهمه هي النقطه الاخيره ان شاء الله، الا وهي احنا قلنا في بعض الحالات، احنا قلنا اخر حاجه اللي هو الموضوع بتاع الرحم نفسه مش قادر يتعامل، او الشق الاخير برضه له علاقه بالرحم او جزء من الرحم، الا وهو عنق الرحم، اللي بيكون عندها حاجه اسمها سيرفايكال انكومبتنس، ان عندها عنق الرحم بيحصل فيه اتساع او ضعف في عنق الرحم، مما يؤدي الى عدم استقرار وثبات الحمل، مما يؤدي الى ولاده مبكره برضه. ودي نقطه مهمه جدا. اخر شق ده معتاد وعارفينه بيحصل معانا في حالات كتيره وبنعمله اوتوماتيك، يعني حالات المالتيبل جيستيشن او الحالات اللي حصل عندها قبل كده بريفيس او ريكارنت ابورشن اكتر من مره، اوريدي بنعمل لها حاجه اسمها سيركولاج اللي هو ربط عنق الرحم، تمام؟ ده كاجراء احترازي تحسبا ان ممكن يحصل عندها مشكله.
فده بنعمله كاجراء عشان نطمن ان كل حاجه كويسه. طب دكتور احنا ايه اللي خلينا نلجا لهذا الاجراء؟ ان انا اوريدي الحاله دي اما ولدت او حملت قبل كده كذا مره، وكان بيحصل عندها يا اما بقى سواء ابورشن اللي هو سقوط، او يحصل عندها بري تيرم ليبر اكتر من كانت بتولد مثلا في السابع في الثامن ما بتلحقش بدري نتيجه ان في مشاكل او قصر في عنق الرحم او ضعف في عنق الرحم، فدي اوتوماتيك لما تحمل في المره اللي بعد كده كاجراء احترازي اوتوميتد بروح جاي مديها على طول او عاملها على طول اجراء سيركولاج او اجراء اللي هو الربط عندي. طب احنا كده خلصنا الجزئيات دي كلها. انا بتعمل الحالات دي ازاي؟ حضرتك يا سيدتي الفاضله ما فيش عندك اوبشن تعملي اي حاجه غير انك تحافظي على استقرار الحاله بتاعتك از ات از without any kind of complication. يعني ايه راحه تامه؟ ما نوقفش فترات طويله، ما نعملش مجهود، نبعد عن الامساك والاسهال. يعني الامساك تحديدا كمان يمكن اكثر خطوره شويه، عشان خاطر انا لما في امساك بدخل الحمام بيبقى في ستريننج، في حزق، تمام، وبالذات لو الناس عندها امساك وفي مشكله مثلا في خروج البراز او اخره، فبيبقى في ستريننج وحزق. ده مش مستحب لان ده اوتوماتيك برضه بيسمع في منطقه البطن من فوق، فبيبقى في خطوره ان ممكن يحصل برضه بريتيرم ليبر. ده الشق الاولاني. الشق الثاني ما ينفعش حضرتك تقفي فترات طويله، ما ينفعش انا مثلا في المطبخ 3 4 ساعات بطبخ او الاخر من الكلام ده، عشان ده برده مش وضع سليم. ولو حتى هنعمل حاجه زي كده يعني اوبليجيشن اي هاف تو دو ذس، لازم اعمل ده، يبقى في كرسي موجود بحيث ان انا الوقت التاني اسال عليه او اريح، ما ابقاش واقفه الفتره كلها واقفه، تمام، لان برده بنحاول نتجنب تاثير الوضع بتاع الوقوف، تاثير الجاذبيه والاخر من الكلام ده كله، ان هو انت واقفه فاوريدي محمل على الوزن تحت، ده بيعمل بيرنج داون، بيشد الحاجه لتحت بتاثير الجاذبيه حتى بالوقفه العاديه، فنتجنبه على قد ما نقدر. الراحه، ما نقعدش في البيت قاعده 90 درجه ابدا، لازم يكون قاعده زي الشيزلون كده انا قاعده، وحتى مثلا هنقول زاويه 45 50 ان انا قاعده زي اوبتيس انجل، زاويه منفرجه بحيث ان انا ابقى قاعده مرتاحه، ما ابقاش قاعده 90 درجه كده، لا انا بقى قاعده وظهري مفروض ورا بحيث ان يبقى الموضوع بالنسبه لي سهل شويه، وانا مش عامله كومبريشن او ضغط على منطقه الحوض من تحت او على الحمل نفسه. ده اللي نقدر نعمله. طب يا دكتور احنا فيما عدا ذلك وممكن بقى بعض الحمل دي انتي سبازماتكس مضادات تخلصات، لو مثلا شاكين في ارتفاع بسيط في ضغط الدم بنحاول ندي ادويه عشان خاطر نعالج ضغط الدم، لان برضه دي من ضمن الحاجات اللي بتؤدي الى انترتراين جروث ريستريكشن، بتخلي معدل نمو الطفل جوه الرحم قليل اللي هو الضغط مع الحمل، بلس بتقلل الميه الموجوده. والنقطه الثانيه بتعمل بري تيرم ليبر، من الاسباب ممكن تعمل برضه عندنا اولاده مبكره نتيجه ارتفاع الضغط في الحمل، سواء اذا كان حصل اوت اوف كنترول غصب عني ان هي الست دخلت في ليبر واضطرت ولدت لوحدها، او ان انا كدكتور اضطريت اخد اجراء الولاده سريعا حفاظا على المريضه من تبعات ارتفاع ضغط الدم مع الحمل، لان ساعات بيبقى في بعض الحالات اللي بيحصل فيها ارتفاع ضغط الدم مع الحمل ممكن تدخل في تسمم الحمل والاخر من الكلام ده، فانا حفاظا على المريضه وعشان خاطر اقدر احاول احافظ على البيشنت، وممكن البيبي برضه بعض الحالات ان انا اولدها بدري يعني الميعاد المعتاد، تمام، مجرد ما يحصل اكتمال للطفل عشان خاطر اوفر ان ما يحصلش معاه كومبليكيشنز او مضاعفات ثانيه تاثر على حياتها بعد كده تبقى مريض ضغط مزمن من بعد عمليه الولاده. راحه، ما نعملش مجهود، نحاول على قد ما نقدر نتابع بشكل دوري مع دكتورنا. ودي نقطه بقولها دايما يا جماعه، في بيشنتس كتير انا راجل دكتور شاطر جيتي عندي تابعتك اديت لك الوضع بتاعك قلت لك الوضع 1 2 3 4 5 كل حاجه عندك سيمت بي كومبليتلي نورمال مفيش عندك مشاكل خالص. بعض البيشنتس بيتغروا بحاجه زي كده يقول لك خلاص انا الدنيا عندي تمام مش محتاج ان انا اعمل متابعه بشكل دوري. يا ماما ده بدايه الغلط. هو المفروض طبيعي ان احنا الفتره بتاعت الحمل متقسمه 3 بارتيشنز 3 ترايمسترز، اول 3 شهور ثاني 3 شهور ثلاث شهور، كل 3 شهور في مليون بروتوكول معين في المتابعه. اهم 3 شهور في الاولين وبرده نفس الكلام في الاخر. اول 3 شهور دول اهميه المتابعه فيهم ايه؟ ان انا بقدر استشف واستنبط مبكرا اي مشاكل وعيوب خلقيه ممكن تكون موجوده مع الطفل واقدر اتابعها واشوف الدنيا اخبارها ايه من بدري. ده رقم 1، تمام. وبيكون دي اكتر فتره تبقى الام فيها عرضه لمشاكل صحيه نسبيا زي القيء المستعصي او كونديشن اسمها هايبر ايميسيس جرافيديم او اسمها القيء المستعصي مع الحمل والى اخره. بتبقى الفتره دي اللي بيظهر فيها كل المشاكل وبتفضل ملازمه ليها شهرين 3 اب تو 4 شهور، في ستات بتقعد كده طوال فتره الحمل. فمهم جدا المتابعه في اول 3 شهور لاستكشاف ما يمكن ان يحدث او معرفه ايه اللي ممكن يحصل قدام، وابقى في بريبريشن او حتى ابقى اورينتد، يعني انا عارف ان في حاجه فاتعامل معاها. ده رقم 1. واخر 3 شهور مهمتهم او اهميتهم ايه؟ ان ال3 شهور في اخر دي الفتره اللي انا بقدر من خلال متابعتي للمريضه ومعرفه ظروفها وحالتها احدد الوقت الانسب او الفتره المناسبه لعمليه الولاده. ان انا لو هضطر اخد اجراء او اخد اجراء جراحي ان انا هفتح سيزيريان سكشن مش هيبقى موضوع نورمال فاجينال ديليفري، فبقى عامل حسابي ان انا الفتره دي انا هاخد هذا الاجراء تحسبا لوجود مشاكل ممكن تحصل قدام. فمهم جدا المتابعه وباكد عليها دايما، المريض ما يستهترش بالمتابعه عشان انت ببساطه لو بتقعدي فتره غايبه ممكن يحصل عندك كومبليكيشنز انت مش اورينتد بيها وتيجي عندي العياده بمصيبه. دكتور انا بقالي مثلا شهر ما جيتش، اجي ابص على المريض الاقي في مشكله موجوده، الاقي عندها فصل بس في المشيمه، الاقي عندها تجمع دموي تحت المشيمه، الاقي مشكله اصلا فيما يخص الحبل السري في نقط موجود، يعني ممكن نلاقي مشاكل كتير. ممكن نلاقي طفل وزن الطفل حتى ايفن لو في حركه والكلام ده كله ابص الاقي فيه انترا ريستريكشن، في معدل نمو الطفل قليل عن المعتاد، ده يخليني ابتدي ادور ان في مشاكل ثانيه، ادور بقى اذا كان الست محتاجه تغذيه دمويه احسن، محتاجه حاجه تاخدها مالتي فيتامين. فمهم جدا جزئيه المتابعه عشان الناس اللي بتستهتر بيها يقول خلاص ما دام الحاله مستقره اتس اوكي. انا دايما جرب اعرف ان هو نو نيوز از جود نيوز، بت مهم قوي ان انا اكون دايما في متابعه وشايف الدنيا اخبارها ايه بالذات في فترات الحمل، وبالذات لو عندي هيستوري قديم ان حصل مشاكل عندي اكتر من مره. Thanks so much for watching، ميرسي جدا جدا ليكم وان شاء الله stay tuned for much more videos. ودي سلسله احنا مكملين فيها ان شاء الله، و
يعني have a nice day. Thank you so much for watching. ميرسي جدا جدا ليكم. باي.